الحمد لله داز هذا الجو بخير وعلى خير، وداز ما في مشاكل ولا فيه شيء سوا شنو، وهذا هو اللي نتمناه. وان شاء الله عقب العام الجاي له نعدلوا ان شاء الله في احسن حله باش نحيوا البلده ونعتوها للقبيله والاولاد اللي كابرين في اوروبا ما يعرفوها ولا شي. راك شفت معيلات صغار جاو اليوم العوينه وباتهم اصلا ما قد عرفوا العوينه وجاو شافوها، وهذا هو اللي نطمحوا ليه وهذا هو اللي نبغوه. نحمد الله ونشكره على هذه النعمة، وهي نعمة القرآن ونعمة الإسلام. وكما ترون إخواني الكرام، هذا كتاب قرآني خاص بالقرآن، طلبة ديال القرآن، فنشكرهم جزيل الشكر، نشكرهم جزيل الشكر على هذه الزيارة هذه، وعلى هذا الإنفاق ديالهم، وعلى هذا الإنفاق ديال الأموال ديالهم والوقت ديالهم. ونشكر الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة. C'est la journée de la rencontre ici à Awent et Toussa, Awent et Rumman. Nous avons eu la chance aujourd'hui de rencontrer nos cousins, de faire connaissance avec eux. Et c'est pour nous une première, parce que c'est la première fois que Jalia Letoussia vient à l'Ouina et vient déjà se rencontrer d'une part, et d'autre part aussi, elle vient parler de ses difficultés. Pour moi, c'était vraiment une première et j'ai été très heureuse de faire partie de cette rencontre. يعني كان واحد اللقاء مثمر وجاد اللي وضعوا فيه الصورة، والجالية وضعت الصورة فيه الإخوة والآباء في القبيلة. لقاءات اللي نظمت الجالية ديال قبيلة توسا في هذا العام الحمد لله، وانخراطها في هذه المعركة ديال الأرض اللي بينت من خلالها على أنه اللحمة ديال المكون الحمد لله. واليوم عندنا لقاء تحدي، لأنه هذه المنطقة راه ديالنا، العوينة راهي بلادنا وطربنا في كل بلد، وحاولوا يمروا بعض الخطابات اللي من خلالها على أنه القبيلة متقسمة والجالية متقسمة واللجان متقسمين، ولكن هادشي الحمد لله كامل كيف شفتوا اليوم نكسر على الوحدة ديال القبيلة. هذا اللقاء اللي كنا ندوروا منه صلة الأرحام والتواصل مع ساكنة العوينة وإحياء الموروث الثقافي للعوينة، ولكن تعرضنا لبعض المضايقات وبعض الكلام، لهذا تمنعنا من هذا اللقاء هذا. ولكن الحمد لله جينا بنية صافية وصادقة، وبينا أن الجالية عندها نية صادقة، والحمد لله كان اليوم هذا اللقاء لنا مع الساكنة، وكان اللقاء لنا مع المشايخ ومع أبناء العمومة وبنات العمومة هنا تيان.